أقبل إلى القرآن، أقبل أخ الإيمان، قد جاء موسم خير، قد جاءنا رمضان، الروح والريحان. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن في المجلس السادس عشر من مجالس برنامج الروح والريحان. أيها المستمعون الكرام، اغتنموا ساعات هذا الشهر المبارك بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا، وإن الأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. اعلم أيها المستمع الكريم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: الأول جهاد لنفسه بالنهار على الصيام، والثاني جهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفي بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. يقول الإمام العلامة عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى: والمؤمن في هذا الشهر الكريم في جهاد في حفظ صيامه، وجهاد في حفظ قيامه، وجهاد فيما يتعلق بالقرآن والعناية بتدبره والعمل به، وجهاد فيما يتعلق بوالديه، بأقاربه، بجيرانه، جهاد فيما يتعلق بالمسلمين، فهو في جهاد دائم. فالواجب عليه أن يعتني بهذا الجهاد وأن يكون جهادا مثمرا، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقبل إلى القرآن، أقبل أخ الإيمان، قد جاء موسم خير، قد جاءنا رمضان.